هلو يا حلوين، عملنا في الفيديو اللي فات جزء من لوحة ستاري نايت لفينسنت فان كوخ، وهنكملها المرة دي. بس كمان قلتلكم اني عاوزة اروح المكتبة علشان بقرا عنه اليومين دول، وحابة اعرف اكتر عنه وعن لوحاته. وعلشان كده اخدت الولاد ورحت على المكتبة، ولقيت كتاب لطيف جدا اسمه ذا يلو هاوس. وهو فعلا عاش فترة في البيت ده، وكان عاوز يعمله ملتقى للفن. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be weighing my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. رجعت البيت علشان اكمل باقي الشنطة، وهنا ابتديت باللون الازرق الغامق. بس قبل ما نبتدي بفكركم اني بسيب لكم في صندوق الوصف كل اللينكات للماتيريال اللي انتوا هتحتاجوها لو حابين تبتدوا مشروع زي ده، او حابين تبتدوا الهواية دي، هواية الرسم على القماش. هتلاقوا في صوت في الباك جراوند ده علشان وانا بشتغل بحب اسمع حاجة، وعامة انا بحب الافلام القديمة، علشان كده مشغلة فيلم قديم كان فيه عبد المنعم مدبولي ورجاء الجداوي وميرفت امين، مجموعة كبيرة جدا الحقيقة، حاجة كده من الزمن الجميل. المهم بعد ما غطيت المساحة كلها باللون الازرق الغامق، ابتديت ادي ضربات فرشة بالاسود والازرق الافتح منه شوية. وزي ما قلتلكم اعتمدوا على احساسكم بالالوان، وخلوا اللوحة الاصلية دايما قدامكم. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. دلوقتي انا محتاجة ان انا اعمل الاخضر الزيتي اللي هو الاخضر الغامق الزيتي خالص. فهبتدي اعمله من الاصفر والازرق، بس غالبا هستخدم الازرق الغامق برضو لان انا عاوزاه غامق، فهستخدم الاصفر ده والازرق الدرجة دي. مش عارفة هتشوفوها ولا لا، بس هي دي الدرجة اللي انا عاوزاها. عشان لما نيجي نحطها على الابيض مثلا هنا، شايفين درجة غامقة جدا. هحاول انور لكم نور اكتر من كده. شايفين الدرجة؟ هي دي الدرجة اللي انا عاوزاها في الاخضر. انتوا لو ملاحظين انا ما استخدمتش الاصفر خالص، غير هنا كنت بجرب بس.
بس انا الاصفر هحطه اخر حاجة عشان التاتش بتاعه هو اللي هيفرق في الاخر وهو اللي هينور الصورة. انا هنا هدي طبقة الاخضر الغامق وبعد كده هسيبه ينشف وهدي بعد كده تاتشات من الازرق عشان لو حطيتهم مع بعض مش هيبان الازرق مع الاخضر. عشان انا عملت بالفرشة دي فانا بحاول افضيها رغم ان المكان هنا صغير. اما بالنسبة للتحكم في الفرش، التحكم في الفرش بيجي بالتمرين والتعود، واحدة واحدة هتعرفوا تستخدموا الفرش امتى وازاي، وايه الفرشة المناسبة لكل حاجة. الواحد ممكن يعمل لوحة كاملة بفرشة واحدة، بس ده بيعتمد على قدرة تحكمكم في الفرشة، وطبعا هيبقى افضل لو استخدمتوا الفرش المناسبة لكل حاجة. طبعا ده بيدي تأثير افضل للوحة وبيكون احترافي اكتر. طبعا اكيد التكنيكات كلها مختلفة، بس احنا بنحاول نعمل اكتر حاجة سهلة بالنسبة لنا، وانا بصراحة حابة اعمل لكم اكتر حاجة سهلة عشان تقدروا تعملوها. انا باخد الالوان ديت والدرجات دي على اساس احساسي باللوحة، مش على اساس المفروض ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. ابتديت اشتغل في الحقول والبيت اللي تحت، والحقيقة مش واضح في الحقول غير اكنها نص دواير عملتها باللون الاخضر الغامق، وبحاول ادخل الابيض والازرق. الابيض والازرق دول علشان انعكاس السما والنجوم على الحقول بالليل. بصوا بقى الجزء ده فيه كمية تفاصيل ما تخيلتهاش ابدا الحقيقة، وكان اصعب بكتير من السما وتفاصيلها. فلو حابين ترسموا اللوحة دي لازم الصورة الاصلية تبقى موجودة قدامكم على طول. انا عن نفسي عملت كده واخدت اللوحة جزء جزء، اخلص تفاصيله على حسب ما انا شايفاه وحاساه. طبعا انا عارفة ان انتوا زهقتوا مني من كتر ما بقولكم امشوا ورا احساسكم واللي انتوا شايفينه، بس بصراحة دي الحقيقة وده سر اللوحة. لأن فينيسنت كان بيتبع المدرسة الانطباعية، والمدرسة دي بتعتمد على إحساس الفنان وانطباعه أو اللي هو شايفه بالفعل في اللحظة اللي بيرسم فيها اللوحة، شايف إيه وحاسس بإيه، وبيحاول يوصل اللي هو شايفه واللي هو حاسه في نفس اللحظة دي بالأخص. لأن ببساطة أي حد ممكن يقلد الطريقة، بس صعب جدا إنه يقلد الإحساس والانطباع، لأن إحساسنا وانطباعاتنا عن الأشياء بتختلف من شخص للتاني. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the crowd. كنت سألتكم سؤال المرة اللي فاتت وهسأله تاني دلوقتي، هل أي حد مهما كان قربه منك يقدر يغير مستقبلك؟ وقفوا الفيديو كده وفكروا شوية في السؤال ده. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is وقبل ما أرد على السؤال هقول لكم أنا بعمل إيه هنا. أنا هنا هبتدي أرسم الكنيسة، واللون اللي هستخدمه هو الرمادي مايل للون الأزرق شوية، وهرسم تفاصيلها واحدة واحدة زي ما قلت لكم. كان جالي تعليق حلو جدا وبصراحة عجبني قوي، بتقول إن مفيش حد يقدر يغير المستقبل لأنه في إيد ربنا، بس الأجواء المحيطة والبيئة هي اللي بتصعب أو بتسهل على الواحد الطريق. وأنا بصراحة متفقة معاها جدا، وتعليقها ده اختصر عليا كل اللي عاوزة أقوله. بس في نقطة مهمة عاوزة أركز عليها كمان، إن البيئة المحيطة مهمة جدا، بس برضو لازم أعمل اللي عليا. لأن في قصة فينيسنت ورغم الطفولة المأساوية اللي عاشها
يعني أقل حاجة ممكن أقولها لكم عن طفولته إن مامته كانت بتاخده كل أسبوع عشان يزور قبر عليه اسمه بالكامل. ولو حابين تعرفوا ليه هقول لكم في آخر الفيديو. دي حاجة واحدة بس من المأساة اللي كان بيعيشها كل يوم تقريبا، ورغم كده ما أثرش على مستقبله إطلاقا. يمكن هو نفسه ما كانش يتصور إنه يوصل للمكانة دي، بس هو اجتهد وعمل اللي عليه. كان بيرسم بمعدل 4 لوحات يوميا في آخر 10 سنوات من حياته. لما حط الرسم هدف قدام عينيه حط فيه كل طاقته وحبه وجهده، وعلشان كده وصل للمكانة اللي هو فيها دلوقتي، حتى لو ما قدرش يشوف ده بنفسه. بس هو عمل اللي عليه رغم كل الظروف القاسية اللي كانت حواليه. فمفيش حد يقدر يغير مستقبلك غيرك انت وبس. ربنا شايف تعبك ومجهودك، وشايف كمان أحلامك والحاجات اللي انت بتحبها والحاجات اللي نفسك تحققها. وصدقني وعن تجربة هتحقق كل اللي انت عاوزه، يمكن مش بنفس الشكل ويمكن بطريقة مختلفة، بس هتتحقق. بس الأهم من كل ده إنك تعمل اللي عليك. اعمل اللي عليك حسب الإمكانيات اللي حواليك، بس ما تتحججش بقلة الإمكانيات، لأن أنا ما شفتش فنان فقير زي فينسنت، ورغم كده لوحاته من أشهر اللوحات في العالم. اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be way more patient. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing. الضوء الأصفر اللي في المنارة هنا أنا علشان ما يبانش قوي طبطبت عليه بإيدي بالطريقة دي علشان أضعف اللون، بس في نفس الوقت عاوزة أخلي الضوء يبقى موجود أكنه فعلا ضوء ظاهر في وسط الليل من بعيد خالص، بس بشكل خافت وضعيف. دلوقتي هنعمل شجرة الصنوبر. عندنا الأسود مع البني وحاجات بسيطة جدا أبيض. في شجرة الصنوبر أنا بسحب اللون لتحت أكنها ضربات فرشة بس طويلة وواخدة منحنيات. الطريقة دي هتساعد إنكم تعملوا طبقات أسود فوق بعض زي طبقات الشجر، بس في نفس الوقت علشان كله أسود مش هتبان التفاصيل والطبقات قوي، بس لو ركزتوا في الرسمة هتديكم إحساس بوجود طبقات رغم إن اللون كله أسود تقريبا. وطبعا هضيف عليها اللون الأبيض والأزرق كضي للسما والنجوم اللي بينعكس على الشجرة. أما اللون البني الغامق فهستخدمه لتوضيح طبقات الشجرة أكتر. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue.
educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. انا باخد هنا من اللون على اورنج ده شوية عشان انا عاوزة اللون ده يبقى سنة بسيطة على اورنج، حاجة بسيطة جدا. هنعمل دلوقتي الدايرة اللي في النص هنعملها بالاورنج ده، او يعني مش يعني هو اورنج فاتح قوي مايل للاصفر، وده هنعمله هنلف حواليه. واحنا ممكن كمان نلف الاصفر ده عشان برضو يبقى افتح من كده. انا مش عايزاه اورنج، انا عايزاه اورنج مايل على اصفر بالشكل ده. هنستخدمهم، هنعمل الدايرة اللي من جوه بده وبعد كده هنلف حواليه بده. يعني ممكن نضيف ده حاجة بسيطة لو احنا عاوزين نعمل ضي جامد. اخر حاجة هنعملها النجوم، وهتشوفوا ازاي الصورة اختلفت تماما لما ضفت اللون الاصفر عليها. اتحولت 180 درجة، بقت مبهجة اكتر ومنورة اكتر بكتير. وعملت الضوء بنفس ضربات الفرشة اللي في الجزء الاول، ولو ما شفتوش الجزء الاول لازم تشوفوه. عملنا فيه حاجات كتير جدا مع بعض غير اللوحة طبعا. هحط لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. اخر حاجة هقولها لكم، ايه هو القبر اللي مامة فينسنت كانت بتاخده ليه كل اسبوع تقريبا، وليه مكتوب عليه اسمه بالكامل؟ لان قبل ولادة فينسنت كان لمامته وباباه طفل بنفس الاسم، وللأسف توفى. ولما اتولد فينسنت اللي احنا نعرفه دلوقتي، امه ادتله نفس الاسم، وكانت بتاخده كل اسبوع من وهو صغير يزور القبر المكتوب عليه اسمه بالكامل. دي لو كانت قصده تبوظ نفسيته ما كانتش هتعمل كده. ده غير طبعا اسقاطها عليه ومقارنته الدايمة بطفل مش موجود اصلا. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew
اخيرا خلصتها، هسيبها بقى تنشف تماما وبعد كده هشيل التب اللي انا حطيته ده. وطبعا ايديا اتبهدلت، هي دي الالوان يا جماعه، ايديا الاتنين. بس هسيبها تنشف وبعد كده نشوف بقى الشكل النهائي بعد شويه. وده الشكل النهائي. مش قادرة اقول لكم انا كنت مبسوطة ازاي بالشنطة، فرحتي كانت باينة عليا جدا في الصور. بجد كنت طايرة بيها قوي على قد التعب اللي تعبته فيها. طلعت تحفة جدا في الاخر. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. I like to be educated,